السلام عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ اهلا بكم في قناتي سهر ستايل. النهارده هنعمل مع بعض القطعه الديكوريه الصغننه دي، رغم ان هي صغيره وطريقتها سهله جدا، لكن هي بتعمل تغيير لذيذ قوي في المطبخ وهتحسي باختلاف. يعني ان شاء الله الفيديو يعجبكم ويكون سهل عليكم، ويلا نبدا. انا اصلا الصوره دي انا كنت قايله لجوزي يطبعها لي بمقاس الورقه الاي 4 العاديه، عشان كنت اعمل بيها حاجه تانية خالص، بس هو للاسف اتلخبط وطبعها لي بمقاس كبير، فقررت ان انا استخدم المره دي كلمه كيتشن اللي موجوده فوق، وبقيت الصوره استخدمها مره تانية. وطبعا الصوره دي انا هنزلها لكم على البيج بتاع الفيسبوك، اطبعوها بالمقاس اللي انتوا عايزينه، هحط لكم لينك البيج في صندوق الوصف. وبعدين جبت قطعتين كرتون مقاس 55 في 24 سنتي، لان ده المقاس المناسب للورقه اللي معايا. انتي شوفي انتي طبعا بانهي مقاس واعملي الكرتونه بالمقاس ده، هيبقى قده في الطول وازيد منه في العرض شويه، يعني ضعف العرض بتاعه. وبعدين الخطوه اللي دايما بنعملها، هنجيب اي ورق خفيف عندنا، ده ورق كرافت بجيبه من المكتبه، ونبدا نلزقه على الحواف بتاعتها. ممكن تجيبي ورق جرايد، ممكن تجيبي مناديل، اي ورق خفيف عندك، ونبدا نلزقه على الحواف بتاعه القطعه بتاعتنا. طبعا عشان كل مره اقول لكم هي بنلزقها علشان تبقى متينه بسبب الغيره اللي بنلزقها، وكمان نقفل الفتحات بتاعتها فتكون القطعه ناعمه لما نيجي ندهنها. ده الدهان اللي انا بستخدمه دهان بلاستيك GLC، ممكن تستخدمي سايبس، ممكن سكايب. على فكره يا ريت تحطوا لي اي سؤال عن الخامات انتوا محتاجينه تحت الفيديو ده، لاني بسال عن خامات كتير، عشان ان شاء الله عايزه اعمل لكم فيديو عن الخامات بس. فاي سؤال عايزينه يا ريت تكتبوه لي في الكومنتات تحت الفيديو ده. انا كده دهنتها باللون الابيض، وبعدين دهنت بقى عليها اللون البينك. ده نفس الدهان اللي انا دهنه بيه في الفيديو اللي فات، على فكره كانت بقى منه شويه فقلت استخدمه. بعد كده هنجيب عود من اعواد تنظيف الاذن دي، ونحطها في الدهان نقطه بس كده، ونبدا نعمل بيها نقط على القطعه. انا الورقه نفسها العرض بتاع الكلمه 12 سنتي، فانا خليت عرض الكرتونه 24 سنتي عشان اعمل النقط دي في 6 سنتي من تحت و6 سنتي من فوق، يبقى عامل زي ايه اطار كده حوالين الكلمه. وهنبدا نعمل نقط كده باللون الابيض، هي مش باينه قوي يمكن في الفيديو، بس طبعا في الصور وفي الطبيعه باينه اكتر بكتير. عملت كده من فوق ومن تحت، وابدا بقى احط كلمه كيتشن بتاعتي، اظبطها كده، اظبط مكانها علشان الزقها على طول. اجيب الورنيش المائي اللي دايما بنستخدمه، احط شويه ورنيش كده، وابدا الزق الكلمه بتاعتي حرف حرف. يا دوب احط ورنيش مائي خفيف كده، واحط الحرف بتاعي، وابدا امشي عليه بالفرشه بالورنيش المائي بالشكل ده. هنعمل بقى طبعا كل الحروف بالشكل ده، ونراعي ان ترتيبهم يكون متناسق جنب بعضهم، علشان ما يبقاش واحد طالع لفوق وواحد نازل لتحت وكده، لا يبقى كلهم على نفس المستوى بالظبط. وكده لزقتهم كلهم. اعمل بقى طبقه ورنيش مائي على بقيه القطعه كلها. بالنسبه للتعليق في شكلين للعلقات، الشكل الاولاني دوت والشكل التاني ده. يا دوبك بنجيب المسامير ونبدا ندخلها في الفتحات دي ونربطها في القطعه بتاعتنا من الظهر، وبس كده. ده يبقى الشكل النهائي بتاعنا. يا رب يعجبكم. لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، واشوفكم الفيديو الجاي. باي.